يبدأ فيلمنا بطفل بيصحى من النوم على صوت غريب، بينزل يشرب مية وبيتأكد إن مفيش حد في المكان وبيطلع تاني، ولكن لما بيطلع بيلاقي إن الموبايل بتاعه اشتغل لوحده، وبيلاقي مكتوب إن في وحش اسمه لاري وعايز صديق يلعب معاه. ولكن فجأة بيلاقي صوت غريب بيقرب من الباب، والأضواء بتفضل تشتغل وتطفي لوحدها، وبيسمع صوت غريب كأن في حد بيكلمه، والباب بيتفتح بهدوء، وبعدها بتطلع أمه وبيكتب لها على التليفون إن في حاجة في البيت، وده لأنه عنده مشكلة في الكلام. ولكن أمه بتهديه وبتقوله إن مفيش حد في البيت. الصبح بتقول لأبوه اللي حصل، ولكنه بيقول لها إن دي مجرد تهيؤات. بعدها لما بيروح المدرسة الطلاب بيفضلوا يتنمروا عليه علشان هو بيكلم المدرس بتاعه بالموبايل، ولما طلع من المدرسة الأولاد برضه فضلوا يتنمروا عليه، ونلاحظ إن في كيان غريب بيشوفهم من الموبايل. لكن بعدها حد بياخد الموبايل وبيرميه بعيد. بعدها الطفل واللي اسمه أوليفر راح يدور على التليفون بتاعه وبيتأخر، وده بيسبب إن أمه بتقلق عليه. للأسف مش بيلاقي الموبايل، ولما بيروح عند الدكتورة النفسية بتاعته، ولكن لما كان هناك خد ورقة ورسم الوحش اللي شافه في الصورة، ولما أمه بتسأله بيرسم إيه مش بيرد عليها وبيكمل رسم. وبعدها أبوه اللي اسمه مايك لقى صندوق غريب فيه تاب فاصل. بعدها بقت تحصل حاجات غريبة في المكان، ولكن في حاجة مرعبة ظهرت جنبه واختفت وهو مش واخد باله. بعدها بيروح البيت وأوليفر بياخد التاب اللي أبوه لقاه. أمه وأبوه بيفضلوا يتكلموا على إنه حالته بقت وحشة جدا. لما بيطلع بيشحن التاب وبيلعب عليه، ولكن لما كان بيستخدم الكاميرا لاحظ ان في حد واقف جنبه، فبيخاف جدا وبيقفل الدولاب وبينام. تاني يوم بيقوم يكمل لعب بالتاب، ولكن بيلاقي ان حد كلمه من التاب، وده اللي خلاه خايف جدا، وكان مفكر ان اللي كلمه ده موجود في البيت. ولكن لما رجع لقى ان الصوت ده من التاب. هاري بيقول له انه بيشعر بالوحده وعايز يكون صديقه، بيخاف جدا وبيخبي التاب ده في مخزن الالعاب بتاعه. الليل امه شافت ان حالته وحشه فاتصلت على اصحابه علشان يجوا يلعبوا معاه. سيبه بقى ان دول الاولاد اصلا اللي هما بيتنمروا عليه. الليل فضل يبص على المخزن اللي فيه التاب وبيكون خايف جدا. اصحابه بيفتكروا ان هو مخبي حاجه في المخزن ده، فواحد منهم بيروح وبيدور لحد ما بيلاقي التاب. ولما بيروح لاري بيكلمهم تاني وبيقول لهم ان عايز صديق، لكن اوليفر بياخد منه التاب وبيكتشف انها قصه، وبيشوف ان لاري ده بيكون طويل ورفيع. لما بيخلص القصه كل اللمض اللي في البيت بتتكسر. ده اوليفر بيفتح كاميرا التاب وبيشوف ان في حد مستخبي. اصحابه بيقولوا ان دي خدعه وان اوليفر بيضحك عليهم، لكن فجاه الترابيزه بتتحرك لوحدها. اولاد كلهم بيخافوا وبيطلعوا بره البيت، واهاليهم بيجوا بيقولوا ان اوليفر بيخوف اطفالهم. وقت اليوم عدى ومفيش اي حاجه حصلت. وبعدها لما اوليفر راح المدرسه تاني يوم اكتشف ان في واحد من صحابه واللي اسمه جان واللي كان معاه امبارح ما جاش المدرسه النهارده. نرجع لام اوليفر واللي جابت لمبات جديده علشان تركبهم، ولكن بتلاقي ان في قصه غريبه اشتغلت على التاب. الاضواء بتفضل تقيد وتطفي تاني، تطلع وبتلمس واحده منهم وكل حاجه بترجع لطبيعتها. ولكن لما بترجع بتلاقي كل اللمض اللي كانت جايباها اتركبت لوحدها. تسمع صوت خطوات في البيت ولكنها مش بتكون شايفه حد، وبتروح المطبخ وبتاخد سكينه لانها بتكون مفكراه حرامي. ولكن فجاه التاب بيشتغل ولاري بيقول لها انه هيقتل ابنها. تجري وبتروح المدرسه وبتتاكد انه سليم، ولكن بتعرف ان زميله جان واللي كان معاه امبارح ما بيجيش المدرسه. ولما بتروح تسال بتلاقيه مش بيتكلم بقاله يومين، مش بيقول غير لاري. الليل في نفس اليوم اوليفر بيلاقي ان التاب اشتغل تاني، بيفتح الكاميرا وبيعرف ان لاري في الشقه. بيمشي وراه وبيلاقيه حط حته سفنجه على السرير وبيمديله ايده علشان يطلع ياخدها. وفعلا اوليفر بيروح ياخدها، ياخد كل حاجته وبيطلع من البيت. بيروح عند ابوه في الشغل وامه بتوديه هناك علشان تبعده عن البيت شويه. ولما بيروح ابوه بياخد منه التاب بيلاقي ان القصه اشتغلت تاني لوحدها. وفجاه اوليفر ماشي في المكان بيلاحظ ان في حد واقف قدامه ولكنه ما بيكونش ظاهر. بعدها بيقول لابوه انه بيظهر في كاميرا التاب بس، فبيشغل الكاميرا وبيدور عليه. وفجاه بيشوف في انعكاس المرايه ان في كائن مرعب شايل ابنه، فبياخده وبيجري وبيرجع البيت تاني. بعدها بيعرف من اوليفر ان لاري عايش معاهم في المكان، ولكنه مش بيبان لاي حد غير في الكاميرا بس. بيفكر ابوه انه لو كسر التاب لاري هيختفي، وبيكسره فعلا. اليوم بيعدي على خير. تاني يوم ابوه بيروح الشغل وبالليل بيحصل معاه نفس الموضوع. النور بيفضل يقيد ويطفي لوحده لحد ما بيطفي خالص. فمايك بيطلع الموبايل وبيفتح الكاميرا وبيعرف ان لاري في المكان. بيستخبى تحت مكتبه. لما بيجي يبص في الكاميرا تاني بيكتشف ان لاري واقف جنبه. بيجري وبيركب عربية وبيهرب. وهو بيهرب بيلاقي ان الاضواء عمالة تطفي من وراه،
ولما بيفتح كاميرا الموبايل بيلاقي ان لاري قاعد وراه في العربيه، بيخاف جدا وده بيخليه يعمل حادثه. بعدها ام اوليفر بتسمع صوت لاري وبتدخل البيت، بتلاقي التلفزيون يشتغل لوحده، قعد يعرض لقطات مختلفه لحد ما كمل جمله وبيقول لها تكمل القصه. بعدها التلفزيون بيعرض القصه لوحده، وبعدها بتعرف ان لاري بيشعر بالوحده ولازم علشان يمشي يكون ليه صديق. تاخد التلفزيون وبتكسره وبتكسر تليفونها واللاب بتاعها علشان ما يكونش فاضل اي حاجه فيها شاشه في البيت. لكن لما بييجوا يطلعوا من البيت بيلاحظوا ان لاري بيطلع من الشاشات المكسوره، بتروح واخده اوليفر وبيستخبوا تحت السرير، لكن لاري بيدخل وراهم. اوليفر بيعرف ان جسمه بيتاثر بالكهرباء وبيشوف ده لما الضوء بيتنقد ويطفي. بعدها ام اوليفر بتاخده وبتروح الحقل، وده لان مفيش هناك اي مصدر كهرباء ولاري بيعتمد على الكهرباء بشكل اساسي. ولكن فجأة تليفون اوليفر اللي كان ضايع منه في اول الفيلم يشتغل وبيطلع منه لاري، بيطارد اوليفر لحد ما بيقع. لاري بيقف قدامه وبيمديله ايده، لكن لما بيجي يحط ايده امه بتحط ايدها بداله وبتتحول لوحش شبه لاري وبتختفي. ولكن بعدها بتظهر لاوليفر تاني وبيقدر يشوفها في كاميرا الموبايل. وبعد كده بتقوله انها هتظهر لاي حد شاف الفيديو ده وما عملش لايك واشتراك في القناة وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا اللي جاية. سلام.